كيك صحية بالتمر من غير دقيق ومن غير سكر. ده اقتراح المتابعين، اقتراح ندى، واستخدمت فيه بيضة واحدة بس زي ما قالت لي. تعالى اقول لكم عملت الجمال ده كله ازاي، يلا بينا. اول حاجة يا ندى هستخدم بيضة واحدة بس، انتي طلبتي انها تكون بعدد واحد بيضة. حطيت البيضة وبديل البيضة التانية علشان القوام بتاع الكيك هتبقى معلقة كبيرة من الزبادي اللي هو الروب او اليوجرت. وباقي المقادير زي ما انتي قلتي بالظبط، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، عدد 7 تمرات وده اللي هيحلي الكيك. وهنحتاج كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنحتاج، انتي ما قلتيهاش بس اكيد هنحتاج رشة من الفانيليا علشان البيضة اللي احنا استخدمناها، رشة بسيطة من القرفة. ويلا بينا نخلط الكيك دي كلها مع بعض. كده شكل الكيك بتاعي بعد ما كل حاجة امتزجت مع بعض. هجيب كده القالب بتاعي اللي انا هسوي فيه الكيك. اهم حاجة يكون قالب حجمه صغير، يعني اي شكل ينفع، حتى قالب الكب كيك ينفع. نمسحه الاول مسحة بسيطة كده بالزيت علشان ما فيش حاجة تلزق، وبعدين نبدأ ننقل الكيك بتاعنا في القالب. يلا بينا. وده شكل كده قوام الكيك بتاعي. القوام بتاعه متوسط، مش سايل قوي ومش جامد قوي. وبعدين ندخل الكيك ده الفرن درجة حرارة 180. هياخد تقريبا يعني 20 دقيقة في الفرن، مش اكتر من كده لان هو حجمه صغير جدا. وممكن كمان ان احنا نسويه في الميكرويف. يلا. وده كده الكيك بتاعي بعد ما استوى، اخد تقريبا 25 دقيقة في الفرن. نسيبه يبرد كده شوية وبعدين نقلبه عشان احنا محضرين الصينية كويس، اتقلب بسهولة. والكيك ده عشان ما فيهوش دقيق هيستوي من النص بصعوبة شوية، عشان كده هو استوى من الاطراف ومعايا من النص فضل سايح كده. فعلشان كده هديت النار خالص في الفرن وسبت وقته كده اطول في الفرن. وفي اخر 10 دقايق طفيت الفرن خالص وشغلت له بس الشواية عشان الجزء اللي في النص يبقى جامد. وبجد طعمه رهيب، جربوه كده مع كوباية من القهوة او الشاي، تحلية صحية كده. وده كده شكل الكيك بتاعتي بعد ما قلبتها. لا بجد خطيرة، شبه المولتن كيك قوي. على الوش حطيت سبريد التمر اللي انا شاركته معاكم قبل كده عشان ازود كمان من طعم الكيك الحلو. استخدمت سبريد التمر كده وحطيته على الكيك، هيخلي طعمها خطير. وممكن نحط كمان الشوكليت دارك زي ما نحب. تعالوا كده ندوق. شايفين كده القوام بجد خطير. طعمها بجد خطير، عجبتني جدا. جربوها وهستنى رايكم. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، عشان الحاجات البسيطه دي بتساعدني ان انا اكمل. وانجوي.